ذنوب الخلوات يا عباد الله، وهي المعاصي التي يقترفها العبد بعيدا عن أعين الناس. إن ذنوب الخلوات يا عباد الله لها أثر مشين في الدنيا والآخرة. ذنوب الخلوات يا عباد الله هي سبب لحبوط عمل العبد فيجعل هباء منثورا. عبد من عباد الله يظهر عليه الصلاح، ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه.